وصفة النهاردة بجد من الوصفات المحببة لقلبي جدا. ليه بقى تسألوني السؤال ده؟ علشان بتتعمل في الخلاط سهلة وسريعة جدا، وطعمها كده فلافلي قوي وحلو. هيعجبكم ان شاء الله جدا. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج كوباية ونص من السكر، وزيهم من الزيت، ويفضل طبعا زيت يكون نوع نظيف. تمام. تقدري على فكرة ان انتي تضعفي المقدار او تقلليه. كوبايتين كمان من الحليب، واحتاج 2 باكت من الكريم كراميل البودر. كل ده في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. واحتاج كمان كيس من الفانيليا او رشه كده صغيره من الفانيليا، ورشه صغيره جدا من الملح، وهنضرب كويس جدا المكونات دي مع بعض. تمام كده. في المرحله دي هبتدي اعاير كوبايه ونص، وهبتدي ان انا اشيلهم على جنب. تمام كده. ده اللي عشان نسقي بيه الكيك لما يطلع ان شاء الله. بقيه المكونات هنضيف عليهم 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، ونزود شويه من الفانيليا عشان البيض، ونكمل ضرب. في بول عندي بقى نحضر كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين كبار مليانين من البيكنج باودر، معلقتين صغيرين من بيكربونات الصوديوم. هنقلب المكونات الجافة مع بعض بالشكل ده، وهبتدي انزل بالمكون بتاعي اللي احنا عاملينه في الخلاط. شايفين كيك سهل وبسيط جدا. في المرحلة دي انا مسخنة الفرن بتاعي على فكرة. تمام. هقلب المكونات بتاعتي كويس جدا، وهضيف كمان معلقة من الخل، ودي بتفرق جدا في هشاشة الكيك. تمام كده. انا عشان عامله مقدار كبير فالصينيه هتكون كبيره شويه. تمام، يعني الصينيه دي 40 في 40، لكن تقدري تعملي نص المقدار على فكره بس. هندهنها بس بشويه زيت صغننين كده، وهنزل بالخليط بتاعي عشان الخليط كبير. فعملت كمان في طواجن، يعني انتوا تقدروا الكيك ده يتعمل في طواجن، وتقدري ان انتي تعمليه بالطريقه دي عشان تقطعي قطع. تمام كده. باي ستيك عندك بقى هنعمل حركات عشوائيه كده عشان الكيك يكون مستوي معانا، ما تكونش حته طالعه وحته نازله. والخطوه دي مهمه جدا على فكره. سخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 100 180، وبعد كده هدخله في الرف الأوسط. بياخد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. ده بيكون شكله. نبدأ بقى ان احنا نسقيه بالخليط اللي احنا سبناه على جنب. انا سقيت الطواجن، وهسقي كمان الجزء ده. كان في كده اكياس كريم كراميل الباكت بتاع الكريم كراميل، فضيته عليه عشان يديله نكهة كده وطعم كده حلو قوي. بجد حكاية يا جماعة، خطير. الصوص اللي احنا سقينا بيه الكيك ده مخلي طعمه فلافلي قوي وتحفة بجد. لازم تجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. شايفين الطعامة؟ الكيك هش ومرتفع قوي، وبجد طعمه حكاية. طعم الكريم كراميل فيه فعلا يجنن. لازم تجربوه، وباذن الله هيعجبكم قوي. لو الوصفه عجبتك ما تنسيش لايك وشير، عشان ان شاء الله توصل لاكبر عدد من الناس. باي باي.